وقد اعتاد أن يمر في تلك الشوارع عشرات المرات كل الشتاء. اعتاد المرور من محطة الرمل والمنشية والعطارين ومحرم بيه وبيت العنب. اعتاد الجلوس في أتينيوس على بحر الإسكندرية في انتظار ما لا يأتي ومن لا يأتي. وأحيانا كان يمر على بيت كفافس فيصعد ليشاهد منزل الرجل اليوناني الذي عشق الإسكندرية فأعطته أشعاره جنسيتها وأصبح سكندريا. كان يستمتع بالسير تحت أمطار الإسكندرية، وأوقات انقطاع الأمطار عن الهطول كان يذهب ليجلس في مقهى إيليت أو مقهى البن البرازيلي وكأنه يحتمي بأسقفهم من اللاشيء. كم يشتاق لتلك الأيام. كان يرتدي أفضل ملابسه في تلك الرحلات، ملابس تذكره بالماضي، ماضي كانت فيه الإسكندرية أحلى وأبهى كثيرا، ماضي رغم أنه عاشه طفلا إلا أنه يذكره جيدا. وكيف ينسى؟ كيف ينسى أن العالم بإثره كان يتصارع ووحدها الإسكندرية كانت تحتوي كل هذه الجنسيات وكل هذه الديانات؟ كيف ينسى أن الحرب قسمت العالم والإسكندرية جمعته؟ كيف ينسى باولو جاروم الإيطالي الدم الخفيف، أو عم كوهين بائع الساعات المصري اليهودي، أو عم جورج البقال اليوناني العجوز؟ كيف ينسى أحلى أيام حياته؟ كيف ينسى أسوأ لحظات البشرية التي نأت عنها الإسكندرية بشموخها وتفردها؟ في هذه المرة وجد مدينته أقبح من كل مرة. في هذه المرة ازدادت العقارات الفاجرة التي تهتك عرض هذه المدينة الآسرة. لم تعد الإسكندرية كما كانت منذ أن تركتها كريستينا، وهي لم تعد كما كانت. كريستينا أول حب في حياتي، قصة الحب المستحيلة التي عاشها في مراهقتي. لم يتوقف أبدا عن حلمي بأن كريستينا تعود، وتعود معها كل قيم اسكندرية، ويعود معها عم جورج وعم كوهين وباولو. منذ أن تركت كريستينا المدينة وهي ليست كما كانت. يتمنى الآن أن تعود كريستينا حتى لو لم يتزوجها كما كان يحلم. المهم أن تعود وتعود معها الإسكندرية بكل ما فيها من جمال وسحر وحب وتسامح. في أثناء رحلته المعتادة وصل إلى مسامعني صوت انفجار معتاد في كنيسة قريبة.